بتهمة إقلاق السكينة وإثارة وزعزعة الأمن العام، أقدمت حكومة صنعاء على محاكمة هي الأولى من نوعها بحق يوتيوبرز يمنيين ذنبهم الوحيد أنهم كانوا رجالا وتكلموا عن فساد الجماعة. لم يكن يعلم هؤلاء اليوتيوبرز أنهم وبسبب انتقادهم للجماعة سوف يلاقون أسوأ العذاب، فمن سجن إلى سجن ومن ثم تحويل للنيابة العامة ليتم الحكم عليهم في قضية هي حق من حقوق كل مواطن يمني. لم يكن يعلم المومري وأحمد حجر وعلاو أن التعبير بالرأي أصبح اليوم في وطننا شبهة وجريمة. لم يكن يعلم هؤلاء اليوتيوبرز أن اليمن في عهد هؤلاء ليست كعهد صالح رحمه الله، حيث كان لك حرية الرأي والانتقاد دون خوف من أحد. ذنب هؤلاء يا سادة هم متابعيهم الذين وعدوهم بالوقوف معهم، بل هم من طالبوهم في الأساس على الانتقاد. ذنب هؤلاء كذنب الزعيم الراحل الذي ظن أن الشعب سيحميه من خبث الجماعة. اليوم صنعاء ساكتة شاحبة، الناطقون باسمها يتهامسون خشية أن يسمعهم أحد. اليوم صنعاء سقطت في غياهب الجب وعادت 100 عام إلى الخلف بسبب هذه المحاكمة الهزلية التي أراد من ورائها الحوثيون إرسال رسائل مبطنة للجميع وللجميع دون استثناء أن صنعاء لهم وهم اليوم ذو بأس شديد، فلا يجوز انتقادهم ولا يجوز التحريض عليهم ولا يجوز أن تطالب بحقوقك أو تفكر مجرد التفكير في انتقاد أصغر مسؤول فيهم. الرسالة واضحة قوية أن الباص الذي أخذ المومري من أمام بيته موجود في كل حارة، بل في كل أزقة وشوارع صنعاء، ولذا عليكم الصمت والصمت والصمت. واليوم أقول: أين الزوامل؟ أين أصل العرب؟ أين أحفاد ديزن؟ أين أبناء حمير وتبع اليماني؟ الشعب يموت جوع ولا يجد قوت يومه، الشعب يعاني ويعاني لكنه خائف من باص الحوثي. يا للعجب، باص واحد أخاف أمة وأقعدها. في الأخير المومري وجميع اليوتيوبر سيخرجون ولا ريب، ولكن سيخرجون وقد فقدوا الثقة في هذا الشعب العاجز. سيخرجون وصوب أعينهم كيف يستعيدون أنفسهم وكيف يبنون أنفسهم فقط. سيخرجون بكفالات وضمانات كبيرة، ولن يعودوا أبدا لخطاباتهم السابقة، لأن الشعب خذلهم ولأن الباص كانت له كلمة الفصل. وللحكاية بقية، فانتظرونا.